الفنانة علوية جميل شريرة السينما. كشفت الفنانة علوية جميل عن أصعب الليالي اللي مرت عليها، وقالت إن هناك كتير من الأيام الصعبة اللي عاشتها واللي أثرت عليها بشكل كبير، ولكن أصعبهم ليلتين عاشتهم. قالت إن في أحد الأيام كانت بتعرض مسرحية كرسي الاعتراف مع يوسف وهبي. كانت وقتها الفرقة بتعاني ماديا، لابد أن تستكمل عروضها. وحكت الفنانة وقالت إن ابنتها كانت بتعاني آلام شديدة نتيجة تشخيص طبي خاطئ، وكانت بتضطر للذهاب للمسرح للعرض وتسيب بنتها المريضة، لحد ما في يوم وهي على المسرح رن التليفون إن بنتها توفت. والصدمة التانية كانت وقت الحرب العالمية التانية، عرض ابنها الضابط البحري لحادث غرق. في اليوم ده كانت فرقة رمسيس كانت بتعرض في الصعيد. تلقت علوية جميل الخبر قبل صعودها للمسرح، إلا أنها أصرت على استكمال العرض، تسقط بعدها مغشيا عليها. وظلت علوية جميل تكابر ألمها الدفيمن وتقاوم الضعف بإرادة صلبة. ربنا يرحمها ويتغمدها بكامل الرحمة والمغفرة.